ان هم يلمعوا شخصية تانية في داخل العرب عشان يعملوا مواجهة ما بين العرب وما بين الدولة العثمانية، فاختاروا الشريف حسين اللي هو كان أمير مكة في ذلك الوقت، وعملوا مباحثات ما بينه وما بين ماكمهون الإنجليزي اللي كان المندوب السامي على مصر في ذلك الوقت من بريطانيا. وطبعا مصر كانت محتلة من سنة 1882 وميلادية، وعملوا مباحثات بين الشريف حسين وبين ماكمهون في سنة 1915. يعني انجلترا كانت محتلة مصر من 33 سنة، يعني النوايا واضحة والاستقرار الانجليزي في داخل مصر واضح، ومع ذلك قعد الشريف حسين امير مكة مع ماكمهون واتفقوا على شيء غريب جدا. اتفقوا على ان ان الشريف حسين يقوم يضرب الدولة العثمانية في ظهرها ويحتل ميناء العقبة اللي هو تحت السيطرة العثمانية، ويفتح المجال للدولة أو للجيوش الإنجليزية للدخول لأرض فلسطين. كل ذلك في مقابل أن يعطى الشريف حسين مملكة تسمى مملكة العرب. ولما حتى سأل إيه حدود المملكة دي قالوا له مش مشكلة تعرف بعدين. ولما ثار قالوا له خلاص حدود المملكة ديت هتبقى الأردن وسوريا باستثناء الأسكندرون عشان هيدوها هدية لتركيا، ومفيش داعي للبنان لأن لبنان هتاخدها فرنسا، وتاخد الجزيرة العربية باستثناء الأطراف، يعني ممنوع عليك تاخد اليمن، ممنوع تاخد الخليج العربي، ممنوع تاخد جنوب العراق. كل ده عشان حاطط هذه المملكة العربية بالجيوش الإنجليزية من كل مكان، وياخد العراق. وطبعا يعني هذه العروض كانت بالنسبة له مغرية جدا، هو أمير مكة فقط، فخد هذه العروض وقابل في مقابل أن يضرب الدولة العثمانية في ظهرها. وطبعا عشان ما يضحكوا على الشعوب ما يقولوش ان هو خارج لضرب الخلافة العثمانية، سموا الاسم اسم جميل وقالوا انت هتقوم بما يسمى بالثورة العربية الكبرى، وهيكون ميعاد هذه الثورة في 1916 للثورة على الاحتلال التركي للعالم الإسلامي. وشالوا خالص قضية الخلافة العثمانية، وشالوا التاريخ اللي اتكلمنا عليه 600 سنة من الدولة العثمانية، وشالوا تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. وبقى هم الشريف حسين أن يتعاون مع الإنجليز لطرد العثمانيين من فلسطين واستقرار الحكم للعرب كما يقولون. في 1 يونيو سنة 1916 30 رجب 1334 قام فعلا الشريف حسين بالثورة العربية الكبرى، وتقدمت جيوشه بقيادة فيصل ابن الشريف حسين، ومعهم لورنس العرب. ولورنس العرب ده كان ضابط مخابرات إنجليزي يهودي، هو الذي يتوسط ما بين ماكمهون الإنجليزي في مصر وبين الشريف حسين في مكة. قامت الجيوش العربية بغزو فعلا العقبة وضرب الأتراك من حيث لا يتوقعون، لأن طبعا جاي لهم الضرب من الجنوب وهم كانوا متوقعين الضرب يجي لهم من ناحية الإنجليز في مصر. وبالفعل سقط ميناء العقبة وفتح الطريق أمام الجيوش الإنجليزية لتسرع في دخول فلسطين من سيناء.